إلى كل المؤجرين والمستأجرين، يا حضرات، أكتر سؤال بنتسأله: عقدي خاضع للقانون الجديد ولا مش خاضع؟ 1000 سؤال وسؤال. الموضوع ببساطة: أي عقد لاحق لتاريخ 31/1/1996 غير خاضع للقانون الجديد، بمعنى إن كل العقود وكل العلاقات الإيجارية السابقة على تاريخ 31/1/1996 ده اللي صدر القانون بشأنها. الحاجة التانية إن أي عقد بعد 96 التاريخ اللي احنا قلنا عليه حتى لو مكتوب فيه مشاهرة برضه غير خاضع، وعقد الإيجار بعد 96 أيا كانت مدته غير خاضع. العقد بيكون له أحكام وشروط أخرى. إلى كل المؤجرين بعقود الإيجار القديمة، وردت حالة إخلاء جديدة في القانون الجديد مضمونها إن المستأجر يكون بيمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام لنفس الغرض المستخدم بشأنه العين الإيجارية القديمة. طيب، عاوز تعرف ان كان له وحده سكنيه او غير سكنيه ولا لا؟ ممكن تعرف عن طريق حاجه من اتنين: اما تدور في الضرائب العامه عن التصرفات العقاريه وتشوف هل باسم المستاجر تصرفات عقاريه ولا لا، وساعتها هتعرف ان كان له وحده اخرى ولا ملوش. او تبحث في شركه الميه مش الكهرباء، لان شركه الميه لها سيستم لكل عدادات الميه اللي موجوده، وساعتها هتعرف تبحث بالرقم القومي وتشوف له عداد ولا لا، وتشوف العداد ده في اي منطقه وفي اي مكان، وساعتها هتستفيد بالنص ومش هتنتظر ال7 سنين. إلى كل المؤجرين بعقود الإيجار المحررة بعد تاريخ 31/1/1996، فالعقود دي خاضعة للقانون المدني، وأي عقد إيجار وارد فيه عبارة مشاهرة فمدة العقد هي مدة دفع الأجرة. يعني لو الأجرة بتدفع كل شهر فمدة العقد شهر بشهر، ولو الأجرة بتدفع كل سنة فمدة العقد سنة بسنة، وبالتالي من حق المؤجر ينهيه في أي وقت. إلى كل المستأجرين بعقود الإيجار القديمة، يا جماعة، في مجموعة موجودة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي بتحرض المستأجرين على عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة. الكلام ده يا جماعة فيه خطورة كبيرة جدا على المستأجرين، وممكن المؤجر يستغل الكلام ده ضدكم ويترفع دعاوى بالإخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية. النصيحة اللي بوجهها لحضراتكم: التزموا بسداد القيمة الإيجارية وفقا للقانون. حتى لو المؤجر رفض يستلم القيمة الإيجارية، ادفعوا من القيمة الإيجارية عن طريق المحكمة بإنذارات عرض. إلى كل المؤجرين والمستأجرين بالعقود القديمة، الناس المنتشرة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وبتشيع إن حالة الإخلاء الواردة بنص المادة 7 من القانون الجديد والمتعلقة بإخلاء المستأجر إذا ترك العين المستأجرة لمدة سنة بدون مبرر، وبيقولوا إن المادة دي مش هتطبق بأثر رجعي، فأحب أقول لحضراتكم إن الكلام ده غير صحيح بالمرة، لأن القانون صدر علشان يواجه حالات بعينها، من ضمنها حالة إن المستأجر يترك الوحدة مدة سنة فيما فوق، وبالتالي القانون هيطبق على الحالة دي بأثر فوري. هل المحكمة الدستورية هتوقف العمل بقانون الإيجار الجديد؟ سؤال منتشر حاليا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبتردده أكتر من صفحة إخبارية. هل فعلا المحكمة الدستورية من حقها توقف العمل بقانون الإيجار الجديد؟ بصراحة لحد دلوقتي الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة، ومن الطبيعي جدا أن المحكمة الدستورية تظل تنظر كل الطعون المقامة أمامها بشأن عدم دستورية أي نص قانوني في قوانين الإيجار القديمة، لأن قوانين الإيجار القديمة هيظل معمول بها لمدة 7 سنين بدأت من تاريخ نشر القانون الجديد، وبالتالي أي حكم أو أي قرار هتاخده المحكمة الدستورية بشأن أي طعن أمامها ملوش أي علاقة بالقانون الجديد مطلقا.